السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده ان شاء الله. طبعا احنا خلصنا المحاضرة التأسيسية الأولى، أخدنا طبعا الاتجاهات، أخدنا المحيطات، أخدنا البحار، أخدنا القارات، أخدنا حاجات كتيرة جدا في المحاضرة التأسيسية، وكانت محاضرة قوية جدا. وعايز أقول لك كان عليها امتحان كان تقيل جدا، يعني عايز أقول لك إن في ناس كتيرة ما عرفوش يحلوا الأسئلة اللي فيها، أو يقول لك الحصة التأسيسية ملهاش لازمة. طب أنت مش عارف تحل أهو. يبقى معنى كده ان انت لازم تركز قوي في الحصه التاسيسيه، لان في ناس امتحنوا من غير ما يتفرجوا، فلو لا مش عارفين يحلوا. فانا عايزك تركز في المحاضره التاسيسيه الثانيه، ودي مدتها مش كبيره خالص. ده انا هفهمك بس حاجتين صغيرين جدا وخلاص على كده. احنا باذن الله في المحاضره التاسيسيه الثانيه هنبتدي بالانهار. فتعالى نتكلم النهارده على اول حاجه خالص اللي هو الانهار بتاعه العالم. بص يا باشا، سمي الله الاول كده هتلاقي ان الدنيا سهله جدا. طيب لما نيجي نتكلم على الانهار بتاعت العالم، اول حاجه خالص احنا عندنا الانهار ليها انواع. طيب تعالى نفهم ايه موضوع انواع الانهار دي. ثانيه واحده، مش عارف هو القلم راح فين ولا ايه اللي حصل. ايوه بس خلاص اكيد ما عملتش حاجه. بس تعالى نتكلم على الانهار، نشوف الانهار دي انواعها عامله ازاي. طيب اولا الانهار عامه ليها نوعين، يعني اي نهر في الدنيا ليه نوعين. طب يا مستر هو الانهار، خلي بالك بقى من المعلومتين ثلاثه اللي انا هقولهم لك. اولا الانهار الميه بتاعتها عذبه، يعني اي نهر طالما قلت لك ان ده نهر اعرف ان ميته ميه عذبه، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعرفها ان اي نهر في الكون بيبقى ليه حاجه اسمها منبع يعني بدايه، وليه حاجه اسمها مصب يعني نهايه. يبقى كده في معلومتين على الانهار انا عرفتهم: اي نهر ميته عذبه، واي نهر ليه منبع وليه مصب. خد التالتة برضو، ودي تعتبر من الحاجات اللي هي المهمة جدا جدا اللي انت لازم تسمعها: ان الانهار عامة مصدرها واحد. يعني ايه مصدرها؟ يعني المية بتاعت النهر دي جت منين؟ ما سألتش نفسك هي المية بتاعت النهر دي جت منين؟ مية النهر دي هي مية امطار في الاساس، يعني اي نهر ميته هي مية امطار. طب يا مستر ده بيحصل ازاي؟ تعال اقول لك الاول انواع، واقول لك الدورة اللي بتمشي فيها عامة المياه بتاعت الانهار من بدايتها لحد نهايتها. طيب في عندنا انهار، النوع الاولاني اسمها انهار محليه. يعني ايه نهر محلي؟ هو نهر من اوله لحد اخره جوه دوله واحده، ما بيخرجش منها خالص. يعني هو النهر اوله في الدوله الف، طب اخره في الدوله الف، فهو اوله واخره جوه دولتك. ده ما بيعملش مشاكل. عشان كده بنقول انه نهر يجري من منبعه يعني البدايه بتاعت النهر حتى مصبه اللي هي نهاية النهر داخل دولة واحدة، فلا يثير مشكلات. يبقى النهر اللي أوله وآخره جوه دولتك ده اسمه نهر محلي، وده ما يعملش مشاكل. أما ليه اللي يعمل مشاكل؟ النهر الدولي. الأنهار الدولية هي اللي تعمل مشاكل. هو إيه النهر الدولي ده؟ النهر الدولي ده هو نهر بيمر بعدة دول، وزي ما احنا هنشوف كمان شوية. يبقى خلي بالك الأنهار ليها نوعين: في أنهار محلية، في انهار دوليه. الانهار المحليه ما تعملش مشاكل. ليه؟ النهر اوله عندك واخره عندك برضه، يبقى هو نهر من منبعه حتى مصبه جوه دوله واحده، يعني من اوله لاخره في دوله واحده، فما يعملش مشاكل. انما الانهار الدوليه بتعدي على كذا دوله، فدي ممكن تعمل مشاكل. بس خلي بالك ان في شبه ما بين الانهار المحليه والانهار الدوليه، ان هما الاثنين اولا المياه بتاعتهم مياه عذبه، ادي اول حاجه. الاثنين المصدر بتاع الميه هي ميه امطار، سواء هنا او هنا. يعني خلي بالك. طبعا مستر ماشي. خلي بالك ان اي نهر ليه منبع وليه مصب. بص عمال اعيدها لك ليه. جت سنه 22 وجت سنه 24 مرتين. الاسئله بتاعتها بتبقى قويه، فلازم تركز في حته ان النهر اوله اسمه ايه واخره اسمه ايه. طيب المنبع بتاع النهر اسمه حوض اعلى. يعني كده المنبع بتاع النهر اللي هو بداية النهر اسمه حوض ايه؟ اعلى. طب حلو. طب اخر النهر، اخر النهر خالص اللي هو المصب بتاع النهر اسمه حوض ادنى. مستر طب انا مش فاهم يعني ايه، ليه مسمين ده حوض اعلى وده حوض ادنى؟
تعالى ارسم لك رسمه كده وبص عليها كويس عشان تفهم. بص الرسمه اللي قدامك دي يا جماعه الرسمه بتاعت اي نهر في الدنيا. فانا عايزك بقى تمشي معايا واحده واحده كده في الانهار عشان تبقى فاهم هو النهر ازاي بيبتدي. طيب اولا اللي قدامك اللي انا هعمله لك ده دي حته ارض زراعيه اللي هي باللون الاخضر اهي. دي حته ارض زراعيه ودي حته ارض زراعيه. تمام. دول حتتين ارض زراعيه. حلو كده. مكتوب هنا ان في بحر اهو مكتوب بحر. تمام. اللي فوق هناك ده اللي انا عامله لك باللون الاحمر ده جبل. ميه النهر بتيجي ازاي؟ بص بقى هي دي يا جماعه الدوره عامه بتاعه الامطار وازاي بتخش وبتخرج. لان انت عندك في ثانيه ثانوي كنت انت واخد ان في حاجه اسمها مدخلات ومخرجات النظام البيئي. طب حلو. اولا دي سحب اهي، سحابه وسحابه. السحب دي بتنزل امطار. طيب هي بتنزل امطار فوق ايه؟ فوق الجبل. يعني خلي بالك الامطار بتنزل على الجبل. حلو. طب لما المطر ينزل على الجبل هل هو يستقر فوق الجبل؟ لا مش هيستقر فوق الجبل. اما ايه اللي هيحصل؟ هينزل. يعني مثلا اديك مثال مؤاخذه. دلوقتي دي ازازه ميه. حلو. فانا فتحت ازازه الميه دي ودلقتها على دماغي. هنتخيل ان انا دلقتها على دماغي. تمام. يعني مسكت ازازه الميه دي ورحت عاملها كده. هل الميه اللي انا هدلقها هنا هتستقر هنا؟ اكيد لا. امال ايه اللي هيحصل؟ تلاقي الميه بدات تنزل بقى، تنزل هنا شويه وهنا شويه وورا هنا شويه ومش عارف هنا شويه كده. ده طبيعي. فهنتخيل ان دي ميه مطر، الميه دي هتنزل على الجبل. لما تنزل على الجبل اكيد الميه بتاعت الامطار دي هتبتدي تنزل. حلو. تمام. يبقى الميه هتبتدي ان هي تتساقط وتنزل فوق الجبل. لما تنزل على الجبل هتبتدي ان هي تنحدر في حاجه اسمها اوديه، وادي جبلي، اللي هي الفتحات اللي ما بين الجبال. تمام. وبعدين هتبتدي تنزل تعمل مجرى نهر. ادي ده النهر اهو. بس يعني ده النهر. ايه ده يا مستر؟ يعني هو النهر كده؟ اي نهر بدايته كده. اي نهر بدايته بتبقى عند حته اسمها الجبال. ودي هناخدها عندنا في الوحده الثانيه حاجه اسمها خط تقسيم المياه. حلو. فالامطار بتنزل على الجبل تتزحلق تبتدي تعمل النهر ده. حلو. طيب يعني هنا المنبع بتاع النهر هو مطر. ده المنبع. طيب المطر بينزل على ايه؟ على الجبل. طب هو المطر بيجي منين؟ من السماء. طب والجبل فين؟ مكان في مكان عالي برضه. عشان كده سمينا المنبع حوض ايه بقى؟ ادنى ولا اعلى؟ اعلى. ما هي المطر بتيجي يعني بص انت حتى لو مش فاهم حاجه خالص، المطر فين؟ المطر بتيجي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ المطر بتيجي من فوق يا مستر، ما بتنزل من فوق. صح كده؟ مش المطر لما بينزل من فوق؟ جاي من فوق اعلى اعلى. يبقى منبع النهر حوض اعلى. المنبع حوض اعلى. ما فيهاش مشاكل. يبقى كده احنا عندنا المنبع بتاع النهر بنسميه حوض اعلى. لان دايما النهر منبعه بيبقى من على الجبال. يبتدي يمشي الميه في النهر. الناس بقى بتعمل ترع وتسقي الاراضي بتاعتها واللي يشرب واللي يعمل وهكذا. وبعد كده في الاخر النهر يفضل يمشي 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 لحد ما يصب ميته جوه البحر. ايه ده يا مستر؟ هي الانهار ميتها في الاخر بتترمي في البحر؟ اه طبعا. لو ما استفدتش منها بتترمي في البحر. عندنا مثلا في مصر ميه نهر النيل دي تفضل ماشيه 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 لحد ما تترمي في البحر المتوسط. لو انت رحت راس البر هتلاقي ان الميه المالحه والميه العذبه جنب بعض. يعني عايزك تبص عليها بعينك. يبقى يا مستر انت عايز تقول ان المصب بتاع النهر اسمه حوض ادنى. النهر نفسه اسمه حوض اوسط عشان ما تنساش. تمام. يعني يا مستر انا فهمت حاجه كده. النهر ليه منبع، ومنبع النهر دايما من مكان عالي. فعشان كده بنقول المنبع حوض اعلى. حوض اعلى. تمام. المصب بتاع النهر بيصب في البحر. البحر ده اللي هو المصب بتاع النهر اسمه حوض ادنى. خلي بالك المعلومه دي. مصب النهر عندنا في المنهج اسمها مياه داخليه. ودي هناخدها في الوحده الثانيه. يبقى خليك فاكر الجمله ان اي نهر المصب بتاعه لما بيصب ميته في البحر اسمه مياه داخليه. تمام. طيب تعالى نشوف شويه انهار كده من اللي عندنا في المنهج. طبعا يا جماعه دي الانهار اللي في العالم كله. هناخدها واحده واحده. هنبتدي بالانهار اللي في قاره افريقيا. عايزك بقى تمشي معايا واحده واحده وتشوف النهر عامل ازاي. اول نهر عندنا وده جه في دفعه 2022 صح؟ نهر النيجر. طيب جه يا جماعه في دفعه 2022 دور اول.
خلي بالكم لازم تعرف الانهار اولها فين واخرها فين. طيب النهر اللي عندنا ده اسمه نهر النيجر، البدايه بتاعته من دوله غينيا، يعني اول دوله هو بيعدي عليها هي دوله غينيا. بالمناسبه احنا عندنا في المنهج في كذا دوله اسمها غينيا، في غينيا بس عادي اللي هي عاصمتها اسمها كوناكري، في دوله اسمها غينيا بيساو، في دوله اسمها غينيا الاستوائيه، وفي دوله اسمها غينيا الجديده. يعني عندي 4 اسمهم غينيا، فانت لما تيجي تحدد قول غينيا ايه؟ غينيا بس من غير حاجه. فهو المنبع بتاعه في دوله غينيا. بيبتدي النهر يمشي واحده واحده، تعال نمشي مع النهر واحده واحده. يعدي على دوله غينيا اهو، تحس ان هو بيقسم دوله غينيا. طب وبعدين بيبتدي يخش دوله مالي. خلي بالك ان دوله مالي دي هي دوله محبوسه، يعني مش بتبص على بحر. يبقى هو كده بيعدي على اوله غينيا، بعد كده بيعدي على دوله مالي، تمام. بعد كده بيخش دوله النيجر اهو. يبقى هو كده كان معدي على مين بقى من الاول؟ اوله غينيا، ده البدايه، دي المحطه. ثانيه واحده، يعني انا ممكن اقول على دوله غينيا انها منبع نهر النيجر. غينيا دي هي المنبع، يعني غينيا دي هي الحوض الاعلى لنهر النيجر عشان ما انساش. طيب وعدى على غينيا، عدى على مالي، عدى على النيجر، وبعدين بيبتدي يبقى حدود سياسيه ما بين بلدين، والحته دي مهمه جدا. بيبقى حدود ما بين دوله بنين والنيجر. يعني لما يجي يقول لك هو نهر النيجر يمثل حد سياسي بين دولتي نقط ونقط، النيجر وبنين. مستر يعني ايه حد سياسي؟ بص، انا قاعد دلوقتي في شقه، اللي بيفصل ما بيني وما بين الشقه اللي جنبي حيطه. انت عارف ان في دول بيفصل ما بينها وما بين الدول اللي جنبها انهار؟ ازاي يعني؟ يعني اخر الدوله تلاقي نهر بيفصلك عن الدوله اللي جنبك. امريكا كده، امريكا على فكره اخرها خالص نهر، لو عديت النهر تخش دوله تانية اسمها المكسيك، وهكذا. يبقى خلي بالك ان نهر النيجر ده حدود بين النيجر وبنين، لازم اكتبها اهو. احنا عندنا نهر النيجر حد سياسي بين النيجر وبنين، تمام. كمل يا مستر. وبعد كده النهر يفضل مكمل يخش دولة نيجيريا، وفي الآخر خالص بيصب في خليج اسمه خليج غينيا. خليج غينيا ده يا جماعة ده بتبص عليه دولة نيجيريا مش النيجر. طب عد الدول كده اللي عدى عليه. غينيا ادي 1 اللي هي المنبع، مالي 2، عندنا كمان بيعدي على النيجر 3، بنين 4، نيجيريا 5، بيعدي على 5 دول. خلي بالك منبعه في غينيا، المصب في خليج غينيا اللي عند دولة نيجيريا. نهر النيجر مكتوب اهو مصبه اللي هو الحوض الأدنى في خليج غينيا اللي عند نيجيريا. بيعدي على غينيا 1 ومالي 2، النيجر 3، بنين 4، نيجيريا 5، بعد ال5 دول. طيب النهر اللي بعديه، بصوا يا جماعه النهر اللي بعديه ده برضو من الانهار اللي بعتبرها ان هي من الانهار المهمه جدا. هو ما جاش ولا مره في الامتحانات بس ممكن يجيبها السنه دي. النهر ده يا جماعه اللي هو نهر اسمه نهر الزنبيزي. مستر اسمه نهر ايه؟ اسمه نهر الزنبيزي، زنبيزي. طيب نهر الزنبيزي ده تعال نشوف بدايته فين نهايته فين. اولا يا جماعه نهر الزنبيزي هو بدايته في دوله ما بين دوله زامبيا والكونغو الديمقراطيه. يعني المنبع عند دولة زامبيا على حدود الكونغو الديمقراطية. حلو. أول دولة هو بيعدي عليها زامبيا، هو اسمه زيمبيزي. زامبيا زيمبيزي، اسمه غبي شوية، زيمبيزي. طيب نهر الزيمبيزي ده بيعدي على الكونغو الديمقراطية، وبعد كده بيخش على دولة أنجولا. يبقى خلي بالك هو عدى على زامبيا، عدى على الكونغو، عدى على أنجولا، بعد كده بيكمل جوه دولة زامبيا، وبعد كده بيبقى حدود. بس يعني النهر هنا حدود ما بين مين ومين؟ ما بين دولة زامبيا، خلي بالك من المعلومة دي، ما بين دولة زامبيا وما بين دولة ناميبيا. يعني هو كمان بيعدي على ناميبيا، وبيعدي على حتة صغيرة من بوتسوانا 5، وبيبقى حدود سياسية ما بين زامبيا وزيمبابوي كده 6، وبيخش كمان على دولة موزمبيق ادي كده 7 دول. يعني نهر الزنبيزي ده بيعدي على 7 دول. تعالى بس نجيب المصب والمنبع، اهم حاجه تعرف اوله واخره. اول النهر في زامبيا،
يعني هو بينبع على الحدود ما بين زامبيا والكونغو، ده المنبع، ده الحوض الاعلى. طب الحوض الادنى اللي هو المصب بيصب عند دوله موزمبيق، بيصب في المحيط الهندي. يعني هو بيصب في المحيط الهندي. يبقى انا عرفت كده ان هو بيعدي على 7 دول. اهو بص، بيعدي على زامبيا، ادي اول دوله عدى عليها. بعد كده تاني دوله عدى عليها بعد زامبيا هي الكونغو الديمقراطيه. عدى كمان على دوله انجولا، عدى كمان على دوله ناميبيا، عدى على دوله بوتسوانا، عدى على موزمبيق، عدى على زيمبابوي، طبعا الكونغو الديمقراطيه. على فكره نهر الزنبيزي ده هو من الانهار المهمه، لازم تعرف ان هو نهر دولي. طالما هو بيعدي على كذا دوله يبقى دولي. طبعا مستر ماشي. ايه الشبه ما بين الاثنين دول؟ ما بين نهر النيجر ونهر الزنبيزي، ان نهر النيجر هو نهر دولي، نهر الزنبيزي هو نهر دولي. حلو. يعني ايه نهر دولي؟ بيعدي على كذا دوله. خلي بالك ان نهر النيجر يعتبر حدود ما بين النيجر وبنين، يبقى هو على الحدود ما بين النيجر وما بين بنين. حلو. طب النهر الزنبيزي برضه على الحدود ما بين مين ومين؟ زامبيا وناميبيا اهي، وما بين زامبيا وزيمبابوي اهي. يبقى هما الاثنين يستخدموا كحدود سياسيه، يبقى دي انهار دوليه تستخدم كحدود. تمام. طبعا مستر ماشي. في انهار تاني في افريقيا؟ طبعا نهرين تانيين في افريقيا، نهر اسمه نهر الاورنج، ونهر التاني اللي هو نهر الكونغو. وركز جدا في الانهار دي. نهر الاورنج ده اولا هو بيعدي على دوله صغيره جدا جدا في افريقيا اسمها ليسوتو، والمنبع بتاعه في دوله ليسوتو. مصر هي الدوله اسمها ايه؟ على فكره دي اكتر دوله في السنه هتحفظها، لان دوله ليسوتو احنا واخدينها عندنا او هناخدها في المنهج ان هي دوله جيب. دوله جيب يعني هي دوله جوه دوله تانية. تمام. طيب المنبع بتاعه في دوله ليسوتو، يبتدي ان هو يعدي على دوله جنوب افريقيا، يعدي على دوله جنوب افريقيا، يعدي على دوله جنوب افريقيا لحد ما يبقى حدود ما بين جنوب افريقيا وناميبيا. يعني هو بيعدي على 3 دول بس، بيعدي على ليسوتو وجنوب افريقيا وناميبيا بس. طب مصر المصب بيصب في المحيط الاطلنطي، يعني الحوض الادنى محيط اطلنطي. طب مصر، طب والحوض الاعلى في دوله ليسوتو، يبقى انا المفروض استنتج ان دوله ليسوتو عندها جبال كتيره، مش هو منبع النهر عند الجبل صح؟ يبقى كده دوله ليسوتو انا استنتجت كده ان هي عندها جبال. حلو. تعالى اخر نهر عندنا في افريقيا. طبعا مستر ما اتكلمش على نهر النيل ليه؟ نهر النيل يا جماعه كده كده احنا اتكلمنا عليه ان هو بيصب في البحر المتوسط وبيعدي على 11 دوله، فكده كده مش هتكلم عليه. طيب وكمان هو عندنا في المنهج كده كده ان احنا نتكلم عليه براحتنا. نهر الكونغو. طيب تعالى نبتدي كده بنهر الكونغو. نهر الكونغو بينبع على الحدود ما بين زامبيا والكونغو، بيمشي جوه الكونغو لمسافات طويله جدا جدا جدا، وبعد كده بيبقى حدود ما بين الكونغو والكونغو الديمقراطيه. الصار هو في دوله اسمها الكونغو ودوله اسمها الكونغو الديمقراطيه؟ في دولتين في افريقيا باسم الكونغو، في الكونغو بس وفي الكونغو الديمقراطيه، ودي ليها عاصمه ودي ليها عاصمه، ودي ليها شكل ودي ليها شكل. هوريها لك على الخريطه كمان شويه. طيب لو كملت كده بيبقى حدود ما بين دوله انجولا وما بين دوله الكونغو، يعني هو بيعدي على الكونغو والكونغو الديمقراطيه وانجولا وحته من زامبيا اللي هي البدايه. بيعدي على زامبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطيه، انجولا. المصب بتاعه في المحيط الاطلنطي. خلي بالك نهر الاورنج شبه نهر، خلي بالك من الاسامي، نهر الاورنج شبه نهر الكونغو ان هما الاثنين المصب بتاعهم واحد، هما الاثنين بيصبوا في المحيط الاطلنطي، ده محيط اطلنطي ده محيط اطلنطي. تمام. دول اللي في افريقيا اللي علينا ان احنا ندرسه. طيب بعد كده عندنا امريكا الشماليه. الانهار اللي في امريكا الشماليه اللي هتكلم عليهم في نهرين، انهار محليه وفي انهار دوليه. تعال نمسك اول نهر محلي. في نهر اسمه نهر الميسيسيبي. خلي بالك ده مشهور جدا عندنا في المنهج، هنتكلم عليه كتير قوي. نهر الميسيسيبي ده هو نهر محلي. محلي يعني ايه؟ ما بيعملش مشاكل، اوله في امريكا اخره في امريكا. يعني يا مستر انت بتقول ان هو بيمر داخل دوله واحده اللي هي امريكا. نهر الميسيسيبي ده محلي ما بيعملش مشاكل، اوله هنا في امريكا
يفضل ماشي جوه امريكا وبيصب برضه ناحيه امريكا، بيصب في خليج اسمه خليج المكسيك اللي خدناه من المحاضره اللي فاتت، خليج المكسيك. يبقى نهر المسيسيبي ده نهر محلي بيعملش مشاكل، صب في خليج المكسيك. حلو. طيب النهر الثاني، في نهر عندنا اسمه نهر سانت لورنس، نهر محلي برضه، نهر دولي، انا اسف، نهر دولي. المحل يا جماعه اسمه نهر نيلسون، لسه هنتكلم عليه كمان شويه. نهر سانت لورنس ده ولازم تركز فيه، اللي هو الحته دي ما بين بحيره انتريو لحد الخليج ده، الحته اللي بالازرق دي. طيب النهر ده يا جماعه كان عليه مشكله جامده جدا في النماذج الاسترشاديه السنه اللي فاتت، ان في ناس كتيره ما كانتش تعرف ان في نهر ما بين دوله كندا وما بين امريكا. اللي عندنا في المنهج ان ما بين كندا وما بين امريكا في بحيرات اسمها البحيرات العظمى، اللي هم ايه بقى؟ اللي هي بحيره انتريو اللي هي دي، بحيره ايري، بحيره هورن، بحيره ميتشيجن، بحيره سوبيريور. فالناس كلها تقول لهم ما بين كندا وامريكا ايه؟ يقول لك بحيرات. يا ابني ما بين كندا وامريكا ايه؟ يقول لك بحيرات. انا عايز اقول لك ان كمان ما بين كندا وامريكا في نهر، اللي هو ده. النهر ده اسمه نهر سانت لورنس وبيفصل ما بين امريكا وما بين كندا، بس في ناس كتيره ما تعرفش المعلومه دي. وعلى فكره نهر سانت لورنس بيصب في خليج هنا اسمه خليج سانت لورنس، احفظه مره واحده. مستر ده نهر دولي؟ اه طبعا، ما هو بيفصل ما بين كندا وما بين امريكا، يبقى دولي. ما هو كده ما بين دولتين، يبقى نهر سانت لورنس هو نهر دولي بيصب في خليج سانت لورنس على المحيط الاطلنطي. وخلي بالك ان هو ما بين كندا وما بين امريكا. تعال بقى عند النهرين الاخرانيين في امريكا الشماليه اهو يا جماعه. نهر نيلسون وده نهر محلي موجود جوه كندا، خلي بالك منه. نهر نيلسون ده يا جماعه هو نهر محلي موجود جوه كندا وبيصب في خليج اسمه خليج هيدسون. قلنا الحصه التاسيسيه الاولى لما قلت لك ان في خليج في كندا اسمه خليج هيدسون، اهو نهر نيلسون ده اوله في كندا وبيصب في خليج هيدسون اللي في كندا، هو نهر محلي. طيب اخر نهر ده يا جماعه اكتر نهر هنتكلم عليه في المنهج في الوحده الثانيه، نهر اسمه نهر الريو جراند، ولازم تركز فيه جدا. ادي نهر الريو جراند اهو. نهر الريو جراند هو حد سياسي ما بين امريكا وما بين المكسيك. امريكا فوق اهي، المكسيك تحت اهي. النهر ده ما بينهم هما الاثنين، طبعا ده نهر دولي. في هنا سؤال مهم جدا، ايه الشبه ما بين الحدود الجنوبيه لامريكا والحدود الشماليه لامريكا؟ جنوب امريكا حدودها مع المكسيك نهر اسمه ريو جراند. طيب حدود امريكا الشماليه مع كندا نهر اسمه نهر سانت لورنس. خلي بالك شمال امريكا في نهر بيفصلها عن كندا اسمه سانت لورنس، جنوب امريكا في نهر اسمه الريو جراند بيفصلها عن المكسيك. خلي بالك من الحته دي. نهر الريو جراند ده يا جماعه اولا بيصب في خليج المكسيك، وده حدود ما بين المكسيك وما بين امريكا. ما تنساش بقى خليج المكسيك كم نهر بيصب فيه؟ لو فكرنا كده كم نهر بيصب في خليج المكسيك؟ 2. نهر الميسيسيبي اللي هو محلي، ونهر الريو جراند اللي هو دولي. فخلي بالك من الحته دي عشان الحته دي تعتبر من الحاجات اللي هي المهمه جدا في المنهج. طيب نيجي عند امريكا الجنوبيه. لما نيجي نتكلم عن امريكا الجنوبيه احنا عندنا انهار كتيره جدا، زي مثلا نهر الامازون. طبعا يا جماعه نهر الامازون ده هو نهر دولي بيعدي على كذا دوله وبيخش جوه كذا دوله، وهو من اكبر الاحواض النهريه اللي موجوده في العالم. نهر الامازون ده نهر دولي. طبعا مستر هو المصب بتاعه فين؟ خلي بالك من المصبات. طبعا هو بيصب في المحيط الاطلنطي، يعني هو ينبع من الجبال. في جبال هنا اسمها جبال الانديز هنشرحها برضو عندنا في المنهج، ينبع منها يبتدي ان هو يتجه ناحيه الشرق وبيصب في المحيط الاطلنطي، يعني ده المصب بتاعه، ده المصب. طيب بيعدي على دول كتيره جدا، يعني هو بيعدي على البرازيل، كولومبيا، بيرو، ليه روافد كتيره جدا في باقي الدول. طيب في نهر كمان اسمه نهر برانا. نهر برانا ده يا جماعه هو نهر برضه دولي، برضه بيصب في المحيط الاطلنطي وبيعدي على البرازيل والارجنتين وباراجواي. يمكن ده ما بيعتمدش عليه قوي، هو اكتر نهر بيجيبه في امريكا الجنوبيه هو نهر الامازون. طيب نيجي عند انهار قاره اسيا. بص يا باشا، في عندنا نهر مهم جدا اسمه نهر الجنج.
نهر الجنج ده بينبع من عند جبال الهيمالايا ويمشي جوه دولة الهند، جوه دولة الهند بيعدي على دولة بنجلاديش وبيصب في خليج هنا اسمه خليج البنغال. خليج البنغال. طيب مصر، هو ده نهر دولي ولا محلي؟ بصوا يا جماعة، بعض الكتب كاتبة ان هو نهر محلي وبعضها كاتب ان هو دولي، بس هو صح ان هم كانوا كاتبين ان هو نهر محلي لان هو فعلا كان محلي، لان دولة بنجلاديش ما كانتش موجودة زمان فكان اسمها الهند برضه، لكن دلوقتي حاليا لا، هو نهر دولي يعني بيعدي على كذا دولة لان هو بيعدي على الهند وبنجلاديش. طيب الانهار التانية في قارة اسيا، وخلي بالك منهم، نهر اسمه اوب، ونهر اسمه يانسي، ونهر اسمه لينا. اوب، يانسي، لينا. اوب ويانسي ولينا. اوب ويانسي ولينا هي انهار موجوده في شمال روسيا وهي متجمده وملهاش لازمه، يعني دي من الانهار المحليه اللي موجوده في روسيا بس ملهاش لازمه خالص. طيب اخر كام نهر معانا؟ في 3 انهار في الصين. 3 انهار اللي في الصين دول كلهم انهار محليه، اولهم في الصين اخرهم برضه في الصين. في نهر اسمه هوانج هو، وده نهر محلي في الصين. في نهر اسمه اليانجتسي، برضو ده نهر محلي موجود في الصين. في نهر اسمه سيكاينج، ده نهر محلي برضو موجود في الصين. كل دي انهار محليه داخل دوله الصين. طيب اخر حاجه هقولها لك في حصتنا النهارده عشان ما اطولش عليك، مصطلحات. بعض المصطلحات اللي بتجيلك وانت عامه في منهج الجغرافيا لازم تعرفها. طيب اول كلمه عندنا مثلا كلمه مورفولوجي. يعني ايه مورفولوجي؟ كلمة مورفولوجيا يعني مساحة أو شكل أو موقع. يعني أنت بعد كده لما تلاقي كلمة مورفولوجيا، 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 مورفولوجيا دي يعني مساحة أو معناها شكل أو معناها موقع. فلما يجي يقول لك مورفولوجيا مصر، هو قصده على مساحة مصر أو شكل مصر أو موقع مصر، حاجة من الثلاثة. فلازم تركز في كلمة مورفولوجيا. في كلمة شبهها، كلمة اسمها جي مورفولوجي. ايه ده يا مستر؟ طب ما هي مورفولوجيا. لا، ما هي مكتوبة مورفولوجيا بس هتحط قبليها جي. جي مورفولوجية. جي مورفولوجيا يعني مساحة. جي مورفولوجيا يعني عوامل التعرية. ايه عوامل التعرية دي؟ لما بيحصل في النهر فيضان او بيحصل في النهر ارساب او بيحصل في النهر نحت. عوامل تعريه. مستر هو احنا عندنا في المنهج كده طبعا. عارف نهر ريو جراند اللي كان ما بين امريكا ومكسيك اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه؟ ده تعرض لعوامل جيومورفولوجيه، عوامل تعريه. الميه مشيت جامد جدا لدرجه ان الميه اخذت جزء من الطمي اللي موجود، الطينه اللي موجوده في النهر، حطيتها في مكان تاني فغيرت اتجاه النهر. يعني يا مستر عوامل جيومورفولوجيا يعني عوامل تعريه؟ احفظها كده. مورفولوجيا يعني مساحه، لو زودت كلمة جي مورفولوجيا يعني تعرية، يبقى جي مورفولوجيا يعني تعرية، مورفولوجيا بس يعني مساحة. تمام. كلمة جيولوجي. جيولوجي يعني صخور الأرض. في مادة أصلا في ثالثة ثانوي بس علمي اسمها جيولوجيا اللي هي بتدرس صخور الأرض. في كلمة برضو جنبها كده في ناس مش بتركز فيها قوي، كلمة ايديولوجي. جيولوجيا يعني صخور أرض، طب ايديولوجي؟ ايديولوجيا يعني فكر، يبقى كلمة ايديولوجي يعني فكري. فالافكار اسمها ايديولوجية، الفكر اسمه ايديولوجي. يبقى خلي بالك، المورفولوجي يعني مساحة او شكل او موقع، جي مورفولوجي يعني عوامل تعرية. لما اجي اقول لك جيولوجي يبقى صخور ارض. طيب في عندنا كلمة اسمها ارخبيل. ايه ارخبيل دي؟ ارخبيل يعني جزر، مجموعة جزر. فلما اجي اقول لك ارخبيل اليابان، ارخبيل الفلبين، ارخبيل يعني جزر. طيب عندنا كمان كلمة ديموغرافي. ديموغرافي يعني سكان. يعني لما اجي اقول لك ديموغرافي يعني ايه؟ ديموغرافي يعني سكان. ديموغرافي، ديموغرافي، اكتبها كده، ديموغرافي، ديموغرافي، ديموغرافي. تمام. كلمة اثنوغرافي. في ديموغرافي يعني سكان، اثنوغرافي، اثنوغرافي يعني دين ولغة، دين ولغة يعني اثنوغرافي. دي بعض المصطلحات اللي احنا نحتاجها.
فاضل بس حاجه اخيره اقول لك عليها وكده نكون خلصنا، لان احنا مش محتاجين ان احنا نطول في الحصه دي يعني. طيب بصوا يا جماعه، نكتب. تعالوا بقى ناخد الحته اللي هي اللي فاضله، ودي الحته المهمه جدا اللي هي يا جماعه بتتكلم على حاجه اسمها التزامن. طيب التزامن ده لازم تعرف الفرق ما بين كل الحاجات اللي انا هكتبها على البورد كمان شويه. يعني ايه كلمه عقد؟ ويعني ايه كلمه الالفيه؟ مستر وهدي هتفرق معانا في حاجه يعني؟ طيب تعالى نتعلم حاجه انا وانت دلوقتي جامده جدا. طبعا في ناس كتيره مش عارفه الفرق ما بين العقد والالفيه، ودي يا جماعه تعمل لنا مشاكل قدام شويه. طيب لما اجي اقول لك مثلا عندنا في حاجه اسمها معاهده باريس، اتعملت سنه 1856، ادي واحد. لما اجي اقول لك اتعمل عندنا حاجه في المنهج اسمها مؤتمر الصلح، وده كان في باريس سنه 1919. طيب الامتحان بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان هو ما يقولكش الحاجه كده دايركت. يعني مثلا ما انا هقول لك ايه، معاهده باريس اتعملت سنه كام؟ طب ما انا هحفظ الرقم. مش بيجيبها لك كده، بيجيبها لك بحاجه اسمها العقود والالفيات، فلازم تكون عارف يعني ايه عقد ويعني ايه الفيه. طب يا مستر هو ايه العقد ده؟ طيب بالراحه. اولا الالفيه معناها 1000 سنه، اسمها الفيه، فهي 1000 سنه. طيب احنا من بدايه الخلق لحد دلوقتي بالعصور الميلاديه، احنا وصلنا للالف الكام؟ احنا دلوقتي يا مستر في 2025، يعني انت كده داخل على الالفيه الثالثه. طيب في عندنا حاجه اسمها الفيه اولى، في عندنا حاجه اسمها الفيه ثانيه، في عندنا حاجه اسمها الفيه ثالثه، مفيش غيرهم عشان ما توجعش قلبك. يعني الفيه اولى يا ثانيه يا ثالثه. يعني لما اجي اقول لك ايه سنه 1000، وركز كده، 1856 دي الالفيه الكام؟ استنى بقى. الالفيه الاولى اللي هي بتبتدي من صفر لحد 999. اي رقم ما بين الصفر لحد 999 اسمها الفيه ايه؟ اولى. يعني لما اجي اقول لك ايه سنه 571 ده كان عامل فيل. 571 500 سنه 500، يعني من اول صفر لحد 900، تمام؟ يبقى دي اسمها الفيه اولى. من صفر ل 999 الفيه اولى، تمام. طب الالفيه الثانيه من اول سنه 1000 لحد سنه 1999. يعني مثلا بقول لك معاهده باريس كانت سنه 1800، مالكش دعوه بالرقمين اللي بعديه. طيب مؤتمر الصلح كان 1900 مثلا. اجي اقول لك اتعملت عندنا كمان اتفاقيات كتيره سنه 2003. 2000 بص انت اللي بتنطقه الاول ايه؟ 1800 1900 2000، تمام؟ اي رقم من اول 1000 ل 1999 دي اسمها الفيه ثانيه. طب الالفيه الثالثه اللي هو من اول 2000 لحد 2999 اللي ما حدش فينا هيوصل لها اكيد، كلنا هنكون ميتين. طيب تعالى اقول لك حاجه مهمه جدا. تعالى ناخد مثال مثلا. دي مولوده سنه كام؟ 2003. شهد مولوده عام 2003. طيب تلاقي الحمار يقول لك ايه 2003. طيب مستر هي 2003 ده رقم ما بين كام وكام؟ 2003 2000 انت عمال تقول 2000، تمام؟ اكيد مش الفيه اولى، لان الالفيه الاولى من اول صفر لحد سنه 900. هي ما اتولدتش في سنه 900، ما هي لو اتولدت في سنه 900 يبقى دلوقتي عندها كام؟ عندك كتير قوي. طيب الالفيه الثانيه برضو ما تنفعش، لان الالفيه الثانيه من 1000 ل 1999. هي اتولدت بعد الارقام دي اتولدت سنه 2003. 2003 يبقى هي كده اتولدت في الالفيه الثالثه. يبقى شهد دي اتولدت في الالفيه الثالثه. في الالفيه الثالثه. انا اتولدت سنه 1990. انا في الالفيه كام بقى؟ ثانيه. انا في الالفيه الثانيه لان انا 1900 1900 1900. فهمت حاجه؟ يبقى انا لازم اعرف يعني ايه موضوع الفيات. اي رقم من صفر ل 999 اي سنه في السنين دي يبقى الفيه اولى. من اول 1000 ل 1999 اي رقم ما بين السنين دي الفيه ثانيه. من بعد ال 2000 الفيه ثالثه. طيب العقود بقى هي دي اللي بتلخبط. ركز في العقد. في عندنا حاجه اسمها عقد اول، عقد تاني، عقد ثالث، عقد رابع،
عقد خامس، عقد سادس، عقد سابع، عقد ثامن، عقد تاسع، عقد عاشر. هم 10 بس. مستر هو يعني عقد 10 سنين. طيب تعال نبدأ بالعقد الأول. العقد الأول بيبتدي من 0 لحد 9. 0 1 2. مستر هو احنا بنبتدي نعدي من 0؟ اه طبعا. يا جماعة في حاجة اسمها السنة الصفرية. هو أنت لما بتتولد، معلش تتولد، مش بتحتفل بعد سنة بعيد ميلادك الأولاني؟ يعني أنت اتولدت 0 صح كده؟ طيب بعد سنة بتحتفل برقم 1. طب ما بين 0 و1 ده مش كان في حاجة؟ مش كان عندك شهر وبعد كده شهرين 3 4 لحد ما وصلت للسنة؟ صح كده؟ ولا أنت سنة على طول؟ يعني اتولدت كده أنت عندك سنة؟ أكيد لأ، صح؟ يبقى من 0 ل1 ده رقم. طيب العقد الثاني اللي هو بيبتدي من 10 لحد 19. طب الثالث من 20 لحد 29. طب الرابع من 30 لحد 39. طب الخامس سهله يا مستر من 40 لحد 49. طب السادس 50 لحد 59. طب السابع 60 لحد 69. طب الثامن 70 لحد 79. طب التاسع 80 لحد 89. طب العاشر من 90 لحد 99. كده دي كلها اسمها العقود. طيب فانا اعمل ايه لو جالي اي حاجه؟ احنا هنسالك الاول يا شهد. 1800 معاهده باريس. 1800 دي يا شهد اللي هي معاهده باريس، اللي هو الرقم ده 1800، هي دي الفيه كام؟ جدع دي الفيه ثانيه. طب سنه 56 يا ولا العقد كام؟ جدع عشان ما بين 50 ل 59 ده عقد سادس، فده العقد الايه؟ السادس. فانا اقول العقد السادس من الألفية الثانية اتعملت معاهدة باريس. طب اسالك سؤال تاني. مؤتمر الصلح كان 1919. بص يا شادي بتعمل ايه؟ بتقرا اول رقمين على الشمال عشان تجيب الألفيات، وتاني رقمين على اليمين عشان نجيب العقود. 1900 جدع ألفية تانية. طيب 19 يا ولا 19 اهي، يبقى دي العقد الكام؟ الثاني. يبقى هي العقد الثاني من الألفية الثانية اتعمل مؤتمر الصلح بباريس. طيب هنحط بقى شوية اسئلة كده هم يحلوها بقى في الكومنتات، احنا مالناش دعوة، احنا تعبنا. طيب قول لنا كده شهادة اي حاجة في المنهج. اي رقم. اقول اي رقم في المنهج. سيبك انت اللي تقوليها. 1995 ظهرت حاجة اسمها العولمة. عايزين ناس تقول لي هي دي في الكومنتات بقى، هي دي الألفية الكام؟ العقد الكام؟ رقم كمان؟ أي حاجة. 1914 بداية الحرب العالمية الأولى. واحدة كمان. ماشي. 2001 دخول قوات حلف الناتو لمقدونيا عشان ننوع. 2011 انقسام السودان. بس حلو كده، هم 4. هنا في الكومنتات بقى اكتبوا هي دي العقد الكام من الألفية الكام، دي العقد الكام من الألفية الكام، وهكذا عشان تحلها. بصوا يا جماعة عشان ما حدش يتلخبط، أول رقمين 1900، شوف دي الألفية الكام عشان أنت بتقول 1900 وبعد كده هات آخر رقمين 95، شوف فين 95 في دول. 1914 اقسمها. تمام. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا. اشوفكم على خير باذن الله في اول حصه في السناتر. ربنا يوفقكم ويكرمكم ان شاء الله، تبقى سنه سعيده. ركز في المحاضرات التاسيسيه عشان اول حصه في السنه اول ما اخش هتلاقيني دخلت بسالك على الحصه التاسيسيه دي. مستر ده ايه ده؟ هو كده انا كده عن محاضره تاسيسيه اول حصه في السنتر هتلاقيني بوقفك اسالك على المحاضرات التاسيسيه. ربنا يكرمكم ويوفقكم واشوفكم على خير. السلام عليكم.